أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بيكم في شرح كورس المدرب الشخصي المعتمد من ICCA باللغة العربية. النهاردة هناخد مع بعض شابتر 4 ألا وهو بعنوان Supporting System، يعني الأنظمة الداعمة في الجسم، ودي طبعا اللي بتساعد الجسم إنه يشتغل بكفاءة، غير طبعا العضلات والعظام والأعصاب واللي أخدناهم في الشابتر اللي فات تحت مسمى الأنظمة المحركة للجسم. عشان كده المواضيع اللي هناخدها النهاردة مع بعض: رقم 1، name and describe the body supporting organs system outside the nervous skeletal muscular system. يعني هنفهم باقي أجهزة الجسم اللي هي غير طبعا أنظمة الحركة، زي ايه؟ زي الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والدوري إلخ. رقم 2، differentiate between the types of respiration the body can perform. وهنا بقى هنفرق بين أنواع التنفس اللي الجسم ممكن بيعملها، زي الفرق ما بين التنفس الخارجي اللي هو الشهيق والزفير اللي بنعمله، والتنفس الداخلي على المستوى الخلوي ومستوى الخلايا. أما رقم 3، list the endocrine hormones and their function. يعني هناخد هرمونات جهاز الغدد الصماء ووظيفة كل هرمون، وهنفهم طبعا كل هرمون بيطلع منين وبيأثر على ايه في الجسم، سواء بقى بيأثر على الطاقة، على النمو، على حرق الدهون، على الريكفري. رقم 4، identify the organs of digestive system and their individual function. وهنا هنحدد بقى ونتعلم ايه هي اعضاء الجهاز الهضمي كله ووظيفة كل عضو لوحده. يعني الفم بيعمل ايه، المعدة دورها ايه، الامعاء بتعمل ايه من ناحية الامتصاص وهضم الاكل. يبقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. جسم الإنسان عبارة عن منظومة شغالة مع بعض ومترابطة من 11 جهاز مختلف، كل جهاز فيهم ليه وظيفة محددة ومهمة، ومن غيرها الجسم مش هيشتغل بالكامل بشكل طبيعي. قلنا إن الجهاز العصبي والعضلي والهيكل العظمي بيشتغلوا مع بعض عشان يطلعوا الحركة البشرية اللي بنشوفها، لكن مش ده بس اللي المدرب المحترف أو المتخصص في مجال الفتنس لازم يكون فاهم. لازم المدرب كمان يكون فاهم باقي أجهزة الجسم عشان يعرف أهميتها من حيث الوظيفة العامة والصحة وجودة الحياة. الصورة اللي قدامنا اللي بتبين ال11 سيستم اللي اتكلمنا عليهم، ورغم ان كل أجهزة الجسم ليهم دور أساسي وبيشتغلوا بشكل مستقل، إلا إنهم متعاونين مع بعض بشكل متكامل عشان الإنسان يعيش بصحة كويسة. في أجهزة زي الجهاز التنفسي، سيركيولاتري سيستم، الجهاز الدوري، الغدد الصماء، ليهم تأثير مباشر وواضح على استجابة الجسم سواء للتمارين أو التغيرات يعني اللي المدرب بيعملها أثناء التدريب. أما عندك باقي أجهزة زي الجهاز التناسلي والجهاز البولي، يعني علاقتهم بشغل المدرب الشخصي مش كبيرة، أقل بكتير وأبسط. تعالوا بقى نبدأ بأول جهاز وهو الجهاز الدوري أو السيركيولاتري سيستم. الدورة الدموية دي يا جماعة عشان نفهمها نتخيلها بشكل دورية بالظبط، بتلف تلف تلف وترجع تاني لنفس النقطة اللي هي بدأ فيها، لأن جسم الإنسان القلب لما بيضخ الدم ما بيطلعش لبره، دورة محكمة ويرجع تاني يخش جوه، وبعدين البطين للأذين ويرجع تاني وهكذا. الجهاز الدوري عبارة عن إيه؟ أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahayat, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way, through Zainab to nutrition